مرحبا، كيف تعمل صورك ومحادثاتك بترند الصوف، الترند المنتشر حاليا، وتحفظهم بجهازك بدون ما بتنشرهم على تيك توك أو فيك تنشرهم على تيك توك. أول خطوة نحتاج لهذا التطبيق، تطبيق هاي بيك، متوفر لأجهزة أو متوفر على تطبيق متجر جوجل بلاي وعلى متجر أب ستور. بننزله على جهازنا، بعدها نفتحه. أول ما بتفتحه راح تطرق هاي الصفحة، بتضغط على المستطيل الأبيض، وبعدها السماح بالإشعارات، ممكن نعطيه سماح أو عدم السماح. وحاليا ما احتجنا ندخل من خلال تيك توك، يعني حتى لو ما كان عندك حساب تيك توك فيك تعمل صورك وفيديوهاتك بفلتر أو ترند الصوف. بعدها راح نروح على هذا الخيار، راح يكون موجود تحته بعض الصور أو بعض القوالب اللي فينا نستخدم من خلالها فلتر الصوف. نضغط، ضغطنا على القالب الأول، هذا هو فلتر الصوف. ممكن تظهر عندك صورة طعام، أي صورة، بس راح يكون من خلالها موجود فلتر الصوف. نضغط على استخدام القالب من الأسفل، وراح يطلب منك الوصول لصور الفيديوهات، نعطيه سماح. بعدها حددنا أحد الصور الموجودة عندنا، راح نضغط على confirm، الكلمة اللي باللون الأخضر، وراح يبدأ يحمل لحتى يعدلنا الصورة لفلتر الصوف أو ترند الصوف. ولحتى نحفظ الصورة بعد التعديل عليها أو بعد تحويلها لفلتر الصوف أو ترند الصوف، نضغط على export من الأعلى، واللي هي التحميل أو الحفظ داخل الجهاز. بعدها في حال بدك ترجع لنفس التطبيق وتعدل بعض الصور، نضغط على هاي الأيقونة اللي ترجعنا للصفحة الرئيسية.